السلام عليكم حبايب قلب لوكا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا والله. واسفه اسفه 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 على التاخير. انا عارفه اني بقعد بالعشر ايام والاسبوع ما بنزلش، بس والله المشغوليات والمدارس والدروس ربنا يعين كل ام. وانا عارفه اني المفروض اجتهد اكتر من كده برضو، لان انا لسه قناتي صغيره وعلى قدي. مثلا لما بتخشلي المتابعين وبتكبروا اسرتي الجميله. ألف شكر ليكوا وشكرا لوقوفكم معايا. إن شاء الله الأجازة هتقرب وهقدم لكم أحلى حاجة. طب يلا بينا بقى يا لوكا، ورينا كده البصل ده اللي هيتحرق كده وانتي لسه ما قلبتهوش بتعملي ايه؟ قوليلنا. والله حاجة بسيطة جدا قلت انزلها لان غبت عنكم. ده رز صيادية بالبطاطس. في كتير مننا ما يعرفوهوش، وفي طبعا امهات الخبرة حبايب قلبي عارفين يعني ايه رز صيادية بالبطاطس. انا النهارده هعمل شويه كده بسارية وسردين بقى، هوريهم لكم كده في الاخر يستاهلوا بقكم. تبلتهم وحطيتهم على جنب وقلت اعمل شويه الرز الحلوين. جبت الزيت بتاعي وجبت البصلايه بتاعتي الحلوه. هقعد بقى اشوح فيها لغايه ما اوريكي الدرجه واللون، وامتى هنحط البطاطس برضو هوريكي. بصوا حبايب قلب لوكا، بدات اهي تغير لون معايا. هفضل معاها حبه كمان وهنحط بقى الميه الحلوه بتاعتنا. تغلي غلوتين كده عشان ناخد اللون البني بتاع الرز الجميل، وهوريهولك معايا. وادي البصلة بتاعتنا خلاص اللون بتاعها قرب. دي يعني ثانيتين كمان، شايفة؟ هي كده ذهبي على بني. انا بحاول اوحد لونها، عشان كده دايما يبقى ايدك في البصلايه ما تسيبيهاش، عشان الوانها ما تبقاش جزء لون وجزء لون. هي كده غالبا ان هي الوانها اتوحدت معايا غالبا. في حاجات بسيطه اهي. طبعا انا مش هسيبها بقى اوحد الوانها كلها كده، هتتحرق مني. فهي دوبك كده بعينك كده، وهتوصل للدرجه دي كده حلوه قوي كده الدرجه دي. هنزل بقى عليها ايه بالميه. بسم الله. سمعتي بقى الصوت ده؟ بصي اللون بتاعنا الحلو. طبعا بقى هحط المعيار بتاعي. انا حطيت كوبايه، انا عامله 3 كوبايات رز، فهزود كوبايتين ميه كمان. وبصي اهي بدات كل ما الميه بتقعد شويه مع البصله بياخدوا اللون الجميل من البصل، وده بيبقى اللون الطبيعي اللي بيطلعهولي في الرزايه الحلوه بتاعتي. هكمله هوريكم. وده اللون الجميل بتاع الميه بتاعتنا. بصي لما غلى غلوتين اخد وادى كده واخد لون جميل. انا حطيت ملح وفلفل اسمر. في ناس مش بتحب تتعامل في الفلفل الاسمر خالص مع الاسماك او الرز الصياديه، بتحط كمون وملح بس. والله هو مش هيضر، انا بحب احطه بيدي طعم برضه. يا دوب هنزل بقى بالرز. طب هنزل بالبطاطس امتى؟ اول ما الرز بتاعي يغلي غلوه هنزل بالبطاطس، لان انت عارفين البطاطس بتستوي بسرعه فمش محتاجه تنزل بدري. وهنشوفه زي ما انت شايفه في غليان خفيف اهو من على الحروف. فنزلت بالبطاطسايه بتاعتي، عايزه واحده عايزه اتنين براحتك، هي كفايه واحده. هتتقلب وهتدي طعم حلو، عشان بس ايه يعني البطاطس بتتهري، ولو حبه رز قعدوا مش هتبقى يعني حاجه مستحبه ان يبقى فيها البطاطس. اهي بصي هي اصلا عملت كميه كويسه، بطاطسيه متوسطه او كبيره. هنسيبه بقى يتشرب على الهادي، وهوريهولك مع احلى شويه سمك. عندي بسارية الحلوه بتاعتي اهي، لسه بقى هنقليها سوا مع بعض. عندي بقى شوية السردين بتوعي، وهناكل احلى اكلة. وده شكل الرز بتاعنا لما خلص. بصي البطاطساية محافظة على قوامها اهو، بيلمع ومفرفر وجميل. بألف هنا وبألف شفا. اعمليه، والأطفال حتى البيبيهات ممكن هتطلعي لهم البطاطساية من بعد سن كده 9 شهور ولا حاجة، تأكلها لهم هتبقى في بقهم كده متطعمة، فهتبقى حلوة. والأطفال اللي عدوا السنة هيعجبهم، لأنه رز طعمه هادي. وبألف هنا وبألف شفا، ومع شوية السمك الحلوين هتاكليه. وتابعيني، تابعي وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا.